هي العلاقات اللي في حياتك بتساعدك على النمو ولا بتسحب منك طاقتك؟ الكتاب النهارده بيتكلم على ان العلاقات مش مجرد ناس حوالينا، لكنها مرايا بتعكس احساسنا بذاتنا. فلو انت عندك احساس بعدم الاستحقاق هتجذب علاقات تثبت لك الاحساس ده. اما بقى لو اتعودت على علاقه سامه ممكن تشوف الحب في العلاقات الصعبه والعلاقات المؤذيه. لو كبرت في بيئه نقديه هتكون دايما في علاقات بتحسسك انك مش كفايه. المشكله ان العلاقات اللي احنا بنختارها بتكون اعاده لقصص قديمه في حياتنا، وممكن نلاقي نفسنا بنفس النمط في علاقه جديده مع شخص لكن بنفس المشاعر القديمه. علشان كده تغيير العلاقات مش بس عن الناس لكنه عن انت مين بجد. وعشان تبني علاقة صحية حقيقية لازم تفهم في الاول نمط علاقاتك، ولاحظ العلاقات اللي انت بتتجذب لها، هل هي داعمة ولا هي مستنزفة. قرر انك تستحق الافضل، مش لازم تقبل بعلاقات بتقل منك لمجرد انك متعود عليها. حدد قيمتك وخليك مع ناس بتمثل القيمة دي عندك. لو عندك قيم واضحة هتلاقي نفسك بتنجذب تلقائي للناس اللي شبهك. اتعلم تقول لأ. العلاقات الصحية مش بس عن الناس الصح، لا هي كمان ان احنا نبعد تماما عن الناس الغلط. اسأل نفسك سؤال، هل العلاقة دي بتساعدني ان انا اكون نسخة افضل من نفسي وبتساعدني ان انا اتطور؟ لو الاجابة لا يبقى في مشكلة وانت محتاج تراجعها. العلاقات اللي بتختارها هي انعكاس لاحساسك بذاتك. اما بقى لو عندك مشكلة من الخوف من الوحدة ومش عارف تكون مرتاح مع نفسك، فده اللي احنا هنتكلم عنه الفيديو الجاي. لو حابين ان احنا نتكلم عن الموضوع بشكل اوسع اكتبوا لي في الكومنت. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.